ألمانيا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء. جددت ألمانيا التأكيد على موقفها المتعلق بقضية الصحراء المغربية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مجهودا جادا وذا مصداقية من لدن المغرب، وأساسا جيدا لحل مقبول من الطرفين، كما تم التعبير عن ذلك في الإعلان المشترك الصادر في 25 غشت 2022. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا الموقف تم تجديد التأكيد عليه بمناسبة انعقاد الدورة 50 للمفاوضات الحكومية حول التعاون المغربي الألماني التي انعقدت بالرباط يوم 7 و8 دجنبر 2023. وأضاف البلاغ أنه تم اعتماد الإعلان المشترك ل 25 غشت 2022 عقب لقاء لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزيرة الخارجية الاتحادية أنالينا بيربوك. وأبرز المصدر ذاته أن الجانب الألماني أكد في هذا الإعلان على الطابع الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، كما جدد التأكيد على دعمه للقرار رقم 2173 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي سجل دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق